السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. فعلا يا جماعة، صراحة المثل اللي بيقول الغالي تمنه فيه، فعلا الغالي تمنه فيه. الحاجة لما تكون بجودة عالية ومواصفات عالية بصراحة تستاهل كل جنيه يدفع فيها. وفعلا الحاجات دي يا جماعة بتعمر. يعني في خلاطات أنا شايفها في السوق رخيصة بالكتير قوي سنة وتتحرق معاك، لكن بصراحة الخلاط اللي معانا ده ماركة محترمة، شركة محترمة بتحترم نفسها، شركة ألمانية معروفة، هي شركة براون. زي ما انتم عارفين منتجات براون كلها هي عبارة عن شركة ألمانية بتصنع يا إما في الصين يا إما في بولندا يا إما في رومانيا، يعني كل دول الاتحاد الأوروبي. والأجهزة الصغننة شوية بتصنعها في الصين. أهم حاجة بالمواصفات والجودة الألمانية. يعني دايما هم بيكتبوا كده على الكرتونة designed in Germany، يعني ان التصميم في ألمانيا. وطبعا بالجودة، وطبعا الجودة الأوروبية يعني أعلى مواصفات، ويعني كمان أعلى من المواصفات الخارجية. طبعا في كل مكان شوفوا كاتبين عليها designed in Germany، وادي المواصفات. وطبعا كمان لما تيجي هنا الخليج لازم كمان تاخد العلامة دي. معلش خلينا كده كرتونة. بصوا شايفين العلامة دي؟ العلامة دي اسمها علامة الجودة الإماراتية. رب تكون واضحة في الفيديو. طبعا الخلاط اللي معانا ده يا جماعة موتور قوي ما شاء الله بقوة 800 واط. بيجي معاه شفشق خلاط سعته 1.7 لتر. بيجي معاه كبة لتقطيع البصل أو البصل والسلطات. بيجي معاه كمان مطحنة ستانلس للتوابل. ده كده المواصفات اللي كاتبينها على الكرتونة. وطبعا ده شكل الخلاط زي ما قلنا لكم. الخلاط 1.7 لتر، طبعا من البلاستيك المقاوم للكسر. مميز الخلاط صراحة الشفشة بتاع الخلاط. وكمان عاملين حاجة اللي هي عاملينه شكله ثلاثي او مثلث بالشكل ده، اسمه تراي اكشن تكنولوجي. يعني ايه؟ يعني جوه تلاقيه بصوا كده هو بيتفتح. بصوا شكل واخد شكل مثلث من جوه كده، بحيث كل العصير او كل الخضار او الطماطم اللي بنعصرها تنزل على السكينة مباشرة، ونضمن انها تكون خفقتها تماما. هم هنا بصوا عاملينها شكل دوامة وشكل مثلث بحيث انها تتخلط تماما جدا. زي ما قلنا لكم من ضمن المواصفات ان هو بيجي معاه مطحنة ستانلس، بيجي معاه كبة. طبعا السرعات بتاعته بقى ميزته مش زي الخلاطات العاديه بيجي سرعتين فقط، لا ده بيجي مالتي او فاريبل سبيد، يعني سرعات منوعه. يعني مش سرعه او اتنين او تلاته، يعني بيشتغل اهو. بصوا كده، دي كده اقل سرعه. ما شاء الله قوي، باين عليه قوه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. 800 واط خلاط، 800 واط. طبعا زي ما قلنا لكم البلاستيك بتاعه اكريليك مضاد للكسر، وطبعا ما بيتفاعلش مع الاكل والشرب. هنا طبعا الفتحه اللي بنفتحها اللي بنزود منها اثناء الخلط لو حبينا نحط حاجه في الخلاط وهو شغال. دول بقى المكونات اللي بتيجي معاهم. دي الكبه بتاعه تقطيع السلطات. بصوا حتى شكل السلاح بتاعها شكله طبعا اهي. اولا طبعا جودة البلاستيك بتاعها ما شاء الله جميل جدا يا جماعة. بي اي فري قصدي. وطبعا دي شكل القاعدة. بصوا الحتة بتاعة الكبة او السلاح بتاعها، بصوا ما شاء الله قوي جدا. وفي عالي وواطي كده بحيث تقطع البصل تماما. وبعدين فيها ميزة حلوة قوي يا جماعة، اللي بيجي معاها غطاين اهم، ده شكلهم. ده غطا وادي الغطا التاني على قد الكبه والمطحنه. مش عارف الغطا ده كل شويه يقع. ده لازمته ايه؟ ان انا مثلا قطعت بصل وعايز اشيله، او قطعت او عملت اي حاجه معينه بهارات وعايز اشيلها في التلاجة، بمجرد اروح جايب كده الغطا
وقافل على الكبة بالغطا، واحتفظ بالحاجة في التلاجة وارجع استعملها بمنتهى السهولة. نفس الكلام القطعة بتاعت المطحنة، بس ميزة القطعة المطحنة بقى انها من جوه ستانلس. بصوا دي قطعة المطحنة، يعني الكفر الشفاف ده بلاستيك كده زي ما انتم شايفين، من جوه ستانلس. خليني بقى افتحه لكم اهو يا جماعه، معلش. بصوا هنا ما شاء الله القطعه دي ستانلس عشان تضمن جوده للطحن. بصوا السلاح بتاعها عامل ازاي، ما شاء الله جوده عاليه جدا للستانلس بتاعها. يركب على الخلاط. خلاط زي ما قلنا لكم قوي، 800 واط. طبعا الجودة والمواصفات الألمانية، سرعات متعددة مش سرعة أو اتنين. كمان البلس ده اللي هو المتقطع، اللي هو اعمله كده زرار قوي. وزي ما قلنا لكم الأغطية دي برضو فكرة جميلة جدا اللي بتيجي معاها. بصراحة الألمان بيبدعوا يعني، غير الجودة والمواصفات أعلى تكنولوجيا وأحدث إمكانيات. كده بصوا أنا كده عندي علبتين أحتفظ بيهم مثلا في التلاجة للبهارات أو الحاجة اللي أنا بقى بطحنها أو بقطعها في الخلاط. خلاط براون جودة عالية، وطبعا الهرتز 5060 يشتغل في مصر بالجودة والمواصفات الألمانية، كذلك المواصفات الخليجية المعروفة اللي هي أعلى مواصفات. زي ما قلنا لكم عليه علامة الجودة الإماراتية، وديزاين اند انجينير، ده طبعا بيتصنع في الصين الجهاز ده، وديزايند اند انجينير ان جيرماني. ده كده كان ريفيو سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.